السيميوني: نحن ننافس نادي ريال مدريد وبرشلونة بشكل جيد، وهذا إرث خالد. أندريك سيصبح النجم الأول في هجوم نادي ريال مدريد لهذا السبب. بيل تقدم خبر سيء لنادي ريال مدريد بشأن التعاقد مع هويسين. أول خطة ألونسو فور قدومه لنادي ريال مدريد. هذه أخبار اليوم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من أخبار نادي ريال مدريد. في تصريحات قوية أكد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أن فريقه أتلتيكو مدريد أصبح ينافس بقوة كل من نادي ريال مدريد وبرشلونة، مشيرا إلى أن هذا التنافس أصبح جزءا من إرث النادي. وقال دييغو سيميوني: نواجه نادي ريال مدريد وبرشلونة وننافسهما بشكل جيد. سيكون هذا إرثا مهما للاعبين الذين سيأتون، لأولئك الذين بادلوا هذا المشوار منذ 2013 وأولئك الذين يعيشونه اليوم. وقلت لهم مؤخرا: أنا فخور بكم، أنتم تتركون إرثا للتاريخ. المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أضاف في السابق: كان الأمر مجرد احتمال، أما اليوم فنحن ننافس فعليا. الأمر ليس سهلا، إنه قذرة كبيرة لكنه إرث خالد. نشر الصحفي فريكا هيرميرا مقالا على الإس عن عقلية أندريك ومدى تأثيره على احترافيته كلاعب. المقال جاء كالياتي: إنها حقيقة واضحة تعود إلى عهد الإمبراطورية الرومانية نفسها، حيث يقال إن العقل السليم في الجسم السليم. وهذه المقولة تتجسد بوضوح في شخصية أندريك، الشاب البرازيلي الذي أظهر نضجا استثنائيا رغم سنه الصغير. كلماته بعد مباراة نصف نهائي كأس الملك تركت لدي دهشة كبيرة، كما يبدو أنها أثرت في كثير من الناس. الحقيقة أن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما فقط يحقق نجاحا كبيرا، يكسب الكثير من المال ويلعب في نادي كبير مثل نادي ريال مدريد الذي يعد من أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم، قادر على قول أنا لا شيء مقارنه بزملائه الأربعة في الهجوم. هو أمر يستحق التقدير في نفس سنه. كنت أعتقد أنني قد أصبحت صحفيا عظيما، لكن الحياة أثبتت لي أن عكس ذلك. النضج والذكاء الذي يتمتع به أندريك يجعلان منه وعدا أكبر للمستقبل، وهذا ليس فقط حقيقة واقعية بل مفيدة أيضا لنادي ريال مدريد. لهذا السبب أحب أن أراه يلعب أكثر بدلا من مباراة اليوم ضد فالنسيا، ليس فقط بسبب شخصيته وقدرته على تقبل التبديلات، ولكن أيضا لأنه يسجل بسهولة حتى عندما لا يكون الفريق في أفضل حالاته. وهذا كله يعود إلى الإدارة الرائعة من كارلو أنشيلوتي الذي يدير الفريق بشكل مسهل، وبالتالي يجب أن نترك المدرب يفعل ما يراه مناسبا، لأننا بالنهاية سنكون على موعد مع النجم الأول لهجوم نادي ريال مدريد مستقبلا. تلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة في سوق الانتقالات بعد أن كشف صحيفة بيلد الألمانية عن دخول نادي بايرن ميونخ في سباق التعاقد مع المدافع الشاب دين هوسين نجم برونث الإنجليزي. ويعد هوسين أحد الأهداف الدفاعية البارزة للنادي الملكي لتعويض النقص في الدماغ في مركز قلب الدفاع بعد الإصابات ورحيل ناتشو. وبحسب الصحيفة درج النادي البافاري اسم اللاعب ضمن أولوياته لتعزيز الخط الخلفي في ظل حالة عدم الاستقرار البدني لأوباميكانو وهيروكو إيتو رغم تمديد عقد الأوائل واستمرار إيركين داير حتى عام 2026. وتشير التقارير إلى أن قيمة الشرط الجزائي لعقد هوسين تبلغ نحو 60 مليون جنيه أو 60 مليون استرليني، وسط ترتيب ترقب من نادي ريال مدريد وبايرن ميونخ دون تحرك رسمي حتى الآن. تشير التقارير الصحفية بأن قدوم تشابي ألونسو مدرب نادي باير ليفركوزن إلى ريال مدريد في الصيف المقبل ليس مستبعدا. نادي ريال مدريد يستعبر أن ألونسو جاهز لقيادة الفريق، ولكن الأمر يعتبر على كيفية إنهاء أنشيلوتي للموسم الجاري.
فقال لشبكة ريفول بالإسبانية: ألونسو يرغب بالإحضار اللاعبين الذين يريدهم إلى نادي ريال مدريد فور قدومه للنادي الأبيض. وأول الأسماء في خطة ألونسو مع نادي ريال مدريد هو فلورين فيرتيز اللاعب في ليفركوزن، والاسم الآخر كشف عنه الصحفي فابريزيو